السلام عليكم، اهلا بكم حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيك الشوكولاته التركي بالكريمه التركيه المميزه دايما في حلويات الاتراك. هعملها بطريقه حلوه ومقادير بسيطه، مش الاصلي يعني، بس انا خففت شويه في حاجات وشلت حاجات وخليتها بسيطه يعني، وما تبقاش برضو مكلفه. زي ما انتم شايفين معايا كده، انا معايا بيضتين هحط عليهم كيس فانيليا، وكمان كوبايه الا ربع سكر عادي، وهضربهم مع بعض بالمضرب الكهرباء معدل حوالي 7-8 دقايق لغايه اما اللون بتاعهم يفتح. انتوا شايفين شكل الخليط بتاعي لونه فتح خالص. هجيب معايا ربع كوبايه زيت وانزل بيها واضربهم برضو دقيقه كده. اضيف نص كوبايه حليب واضرب. شايفين لما ضربت الزيت مع الخليط بتاعي، يعني الدقيقه دي خلت الخليط بتاعي تقيل وفتحت برضو لونه اكتر. هي كوبايه دقيق، اضيف عليها معلقه بيكنج باودر، معلقه اكل كبيره ممسوحه او معدل نص الكيس او 7 جرام. اضيف كمان معلقتين كاكاو باودر. الكاكاو دوت كاكاو خام مش محلى، يا ريت يكون افضل خام يعني، بلاش تحط نسكويك. وهنخلهم بقى مع بعض كده واخلط عندي الخليط. وزي ما شفتوا معايا انا حطيت عندي الكيك بتاعي في صينيه. الصينيه دي حجمها كبير، لان الصينيه الكيك بتاعي طبيعته ان هو مبيبقاش تخين، بيبقى رقيق لان بياخد طبق الكريمه فمبيبقاش كتير في الاكل. تمام. وفي نفس الوقت ما دهنتش الصينيه عندي لا زيت ولا بطنتها بدقيق ولا حطيت ورق زبده، لان الكيكه بتاعتي انا هسقيها فهتفصل طبيعي وانا بشيلها، فما مش ملوش لازمه ان انا ابطنها يعني. وشغلت عندي الفرن على درجه حراره 160، احطها في الرف التحتاني لغايه لما تستوي. طبعا كيك الشوكولاته بيبقى الوش بتاعه غامق فما بتعرفوهوش، فلازم تخلي بالك منها لان هي ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت تختبريها بالخله، واما تلاقيها استوت يبقى كده تمام. نكمل مع بعض بقى بقيه المكونات بتاعتنا. نعمل مع بعض دلوقتي طبقه الكريمه. معايا هنا دول 3 كوبايات حليب، ومعايا 3 معالق نشا. معلقه الاكل ومليانه مليانه تبقى عاليه شويه كده مش ممسوحه. 3 معالق نشا، 3 معالق حليب، 3 معالق ونص سكر، معلقه كبيره زبده. 3 معالق ونص سكر ده يعني في المتوسط، لو حابه تخليهم 4 ونص بس تبقى مسكره قوي يعني، ده راجع ليكي انت. هجيبهم كده الاول من غير الزبده وانزل بيهم على الحليب وادوبهم على البارد، وبعد كده اروح بيهم على النار. زي ما انتم شايفين معايا شكل الكريمه بتاعتي. هجيب معايا بقى معلقه الزبده وانزل بيها على طول كده وهي سخنه عشان خاطر تسيح فيها. اقلبها كده. بعد ما ساحت بقى كده، شايفين القوام بتاعها مش تقيل، ما تقلقش عن كده لانها لما تبرد تبقى تقيله وهتبقى صعبه في الاكل. واما احط معايا معلقه ماء ورد او ماء زهر، لو مش حابه حطي فانيليا. تمام. زي ما انتم شايفين معايا بعد ما حطيت ميه الورد، بستخدم المضرب عشان خاطر اطلع بس الهواء اللي فيها، فساعد عليها انها تبرد. لو عندك الوقت انك تسيبيها تبرد سيبيها تبرد لغايه لما تبقى دافيه، عشان ما تبقاش يعني سخنه قوي كده عشان الكريم شانتيه يشتغل معاها. تمام. قبل ما يعمل قشره بقى وينشف هحط عندي نص كوبايه كريم شانتيه. كريم شانتيه دوت اللي هو اكياس عليه سكر مش خام، وهضربهم بقى مع بعض كويس. هقسم عندي الكريمه نصين. هخلي جزء ابيض وجزء هستخدم عليه شوكولاته. معايا اي نوع شوكولاته تستخدميه، هي دي بالبندق بس مش مشكله يعني. هحط عليها يعني، هو ده قالب ب 100 جرام، هحط 3/4. هسيحه الاول في الميكرويف او على حمام ميه، وبعد كده اخلطه مع الجزء. زي ما انتم شايفين معايا الكيك بتاعي طلعته من الفرن هش جدا 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 وانتفخ. هسيبه شويه بقى لغايه لما يهدى، بس كده يهدى مش يبرد، يهدى بس. هجيب معايا نص كوبايه حليب وابدا اسقي بيها الكيك بتاعي. سقي بالمعلقه كده عشان ايه اوزعه وما ينزلش في حته عن حته.
بعد ما سبت الكيك بتاعي بيرد خالص، حطيت عندي الجزء اللي هو الابيض، حطيته في مع حلواني، وهبدا اعمل بيه بقى فيونكات كده حلوه تدي منظر حلو. بعد ما خلصت الجزء الابيض هعمل عندي الكريمه. انا استخدمت الابيض الاول عشان لما اجي احط الشوكولاته ما اضطرش ان انا اغسل الكيس يعني، او ان انا لازم يبقى عندي كيسين يعني، تبقى العمليه سهله كده. شايفين؟ ومديها منظر جميل. عامله بقى كل الحته اللي في النص دي، ولمعه الكريمه جميله جدا. هحطها بقى عندي في التلاجة ساعة ساعتين يعني، لغاية ما تهدى كده وتاخد وتدي مع بعض. وزي ما انتم شايفين معايا شكلها بعد ما طلعتها جميلة جدا. الكيك بتاعي طري ومسقي، اللبن مديله نعومة كده، والكريمة دي جميلة جدا. برضه حابة اوضح لكم حاجة مهمة جدا. القوام بتاع الكيك بتاع الكريمة بتاعي كده كويس جدا، كويس يعني، ما تقلوهاش عن كده علشان خاطر ما تحسوش ان هي تقيله وبتصد كده يعني، لكن هي كده بالوضع بتاعها ده ناعمه مع طبقه الكيك حلوه وطريه، تحس انها عامله زي نفس كثافه الكريم كراميل كده، مع الكيك برده منه شارب من اللبن، فهي كلها كده متجانسه. لكن انت ممكن تزودي لو حباها انشف من كده وتلاقي الرسمه عاليه وبارزه، هتزودي كمان معلقه نشا بس هتلاقيها تقيله قوي في الاكل. انا برضو قلت لكم انتوا بقى ايه اللي انتوا عايزين تعملوه. زي ما انتم شايفين معايا بعد ما طلعتها عامله ازاي، الكيك بتاعي هاشش وفي نفس الوقت مسقي طعمه حلو، والكريمه طعمها جميل ومتماسكه حلوه قوي. شايفين عامله ازاي؟ هتحبوها قوي، وشكلها جديد وتغيير، تنفع لضيوف، تنفع كده عزومات، تنفع في البيت العادي برضو. مع تغيير بقى اللي انا غيرته، فمحدش يقول لي انت ما عملتيش الوصفه الاصلي، لا انا بحاول ابسطها لكم بقدر الامكان، وبرضو تبقى المقادير متوفره. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.